اخواتي الاهلاويه ان الدوري السنه دي مش اهلاوي، الدوري زملكاوي. هتقول لي ازاي زملكاوي؟ ده الاهلي هو الاول دلوقتي في الدوري. اقول لك لا، الموضوع ده بس دلوقتي، لكن بعدين في تطورات جديده، لان الدوري زملكاوي بس مش جوه الملعب، مش باللعب، لا ده بالتحكيم. اقول لك اللي حصل. رئيس اتحاد الكره جمال علام ورئيس رابطه الانديه احمد دياب عملوا اجتماع مع رئيس الحكام كلاتنبرج. عملوا الاجتماع ده ليه؟ عشان خاطر يحددوا مين الحكام اللي هتحكم لنادي الزمالك طوال الدوري. هو والله العظيم هم عملوا كده، رئيس اتحاد الكره ورئيس رابطه الانديه المصريين بتاعت الدوري بتاعنا راحوا استدعوا كلاتنبرج في اجتماع عشان يتكلموا معاه، يقولوا احنا عايزين لنادي الزمالك حكام مخصوص. ليه طيب؟ علشان بقى ياخدوا بيلنت في ماتش مثلا، يطرد لهم واحد، يعملوا اي حاجه من الحاجات دي اللي تخليهم يكسبوا الماتش بالتحكيم. انت عارف كان رد كلاتنبرج ايه طيب؟ الراجل اتنرفز عليهم وزعق وخرب الدنيا وسابهم ومشي. كلاتنبرج ده اللي مش مصري، ودولت رئيس اتحاد الكره المصري ورئيس رابطه الانديه المصريه، الاثنين بيجتمعوا عشان يحددوا لنادي الزمالك طوال الدوري مين الحكام اللي هتحكم بالاسماء اللي هم عايزينها. احنا عايزين الحكم ده، عايزين ده، هو ده اللي يحكم في ماتشات الزمالك. ليه؟ علشان الزمالك يكسب. فالزمالك دلوقتي هياخد الدوري مش باللعب ولا اي حاجه، لا ده هياخد الدوري بالتحكيم. هو ذو عافيه كده هناخد الدوري، مرتضى عايز ياخد الدوري ذو عافيه. فالمفروض دلوقتي الاهلي، اداره الاهلي تتدخل في المسائل دي. انا مش عارف هم ساكتين ليه بصراحه، انا مش فاهم. كابتن محمود خطيب ساكت ليه؟ ما بيتكلمش. احنا كاهلاويه بيتعصب دمنا من التصريحات اللي بتطلع كل يوم. المستشار كل يوم يطلع بحاجات، واتباع المستشار كل يوم يطلعوا بحاجات، وحاجات كتيره قوي وحشه بتحصل للنادي الاهلي، بس برضه النادي الاهلي ما بيتكلمش، ما بياخدش اي خطوات خالص. الصوت العالي في البلد دي هو اللي بيكسب. اقسم بالله الصوت العالي هو اللي بيكسب. مرتضى منصور عشان دايما بيصيح وصوته بيبقى دايما عالي ويطلع يتكلم ويزعق ويتهم والكلام ده كله ده ويشتم، عشان كده دايما في حاجات كتير قوي بيكسب. احنا عايزين بقى نكسب، احنا عايزين نلعب لعبه شريفه، لعبه كويسه. احنا عايزين نحس كمصريين كمشجعين ان احنا عندنا فعلا كوره. بلاش تقتلوا الكوره اكتر من كده. فبالله عليك يا كابتن محمود الخطيب، بالله عليكم يا اهلاويه، بالله عليكم يا اهلاويه، اتكلموا في الموضوع، يعني اعملوا حاجه لان كده كتير. الموضوع الثاني، مستشار مرتضى منصور والتصريح بتاعه الجديد اللي يهلك من الضحك. يقول لك انا هقاضي اي واحد اتهم احمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه بتعاطي المنشطات، هقاضيهم وارفع عليهم قضيه. يعني هو على ما اعتقد كده ان المستشار مرتضى منصور هيرفع قضيه على نفسه. والله هو مفيش حل غير كده، هيرفع قضيه على نفسه ويتحكم ضد ويرفع ضد نفسه ويحاكم نفسه بقى، لان هو اول واحد اصلا طلع وقال كده. كلنا عارفين في قناه الزمالك طلع وقال احمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه بيشربوا حشيش. كلنا عارفين كده. حصل. هترفع قضيه وهتقاضي كل اللي هيقول بياخدوا منشطات. واحد يقول لي طب المنشطات غير الحشيش. لا، الحشيش بيندرج تحت المنشطات يا ابو الصحاب، بيندرج تحت المنشطات، هو منشطات بيندرج تحتيه. عشان كده كابتن محمود الخطيب طلب ان هو يعمل تحليلات منشطات قبل ماتش القمه، وده اكتر راي شايفه ان هو كويس جدا يتاخد، وان شاء الله هيتنفذ فعلا وهيبقى في تحليل منشطات للاعبين في الفرقتين، يعني الاهلي والزمالك كلهم هيتعمل لهم تحليل منشطات. فربنا يوفق بقى ونشوف مين اللي هيطلع بقى بياخد منشطات والكلام ده فعلا بجد ولا اي كلام. فبالله عليكم بس الرساله الاخيره، انت كاهلاوي يا ريت بس لو سمحت ان انت تبقى ليك ردة فعل قويه، عشان الزمالك والزملكاويه بيبقى لهم ردة فعل قويه جدا بالنسبه للنادي بتاعهم وبالنسبه للرئيس بتاعهم المستشار مرتضى منصور.